على وعود وزارة الصحة بلقاء مباشر مع الوزير للاستماع لمطالبهم وتنفيذها وضمان عدم الاعتداء عليهم أو التدخل بعملهم الإنساني. التفاصيل في تقرير عادل إبراهيمي. حكاية مطالب الأطباء تتكرر بين الحين والآخر، ومستشفى الكندي طالتها عدوى المطالبة المشروعة لحماية شريحة طالما قدمت الكثير من أجل حياة الناس وسلامتهم. وعود الوزارة أرجعت الأطباء إلى المستشفى على أمل تحقيقها فعليا على أرض الواقع. نظرا لأنه الوزير بدأ اهتمامه بالموضوع وقرر أنه يقدم لنا مساعدة ويستجيب لطلباتنا وأنه يلتقي بينا يوم الأحد على أساس أنه يقدم لنا الأشياء اللي إحنا نطالب بيها، لهذا رجعنا نمارس شغلنا اللي كنا موقفين اللي هو ردهات إحنا زين على أساس أنه نلتقي بيوم الأحد إن شاء الله ويصير تطبيق فعلي وعملي للي نريده. أطباء آخرون اقتنعوا بدعوة الوزارة ليمارسوا واجبهم الإنساني، خاصة في رقعة جغرافية جعلت من مستشفى الكندي من مستشفيات الطوارئ المهمة في جانب الرصافة من العاصمة بغداد. قد لبيت تقريبا معظم الطلبات التي طالبنا بها، والتي معظم طلباتنا هي طلبات مشروعة. والآن العمل كما ترون مستمر في ردهات الطوارئ والردهات الباقية في ردهات الجراحية والردهات الأخرى. راقدون في المستشفى أشادوا بمستوى الخدمات المقدمة لعلاجهم بعد أن أنهى الأطباء اعتصامهم الذي دام لمدة 3 أيام. الصبح ودخلناه والله وقاموا بالواجب الدكاترة وسووا الأشعات وتحاليل على أكمل وجه، يعني وكلها قائمة بالواجب، الدكاترة والممرضين كلهم. أنا راقد في طوارئ مستشفى الكندي وتلقى العلاج عندهم بشكل جيد جدا. ويبقى الكادر الطبي في مستشفى الكندي بانتظار اللقاء المباشر المرتقب بينهم ووزير الصحة الدكتور مجيد حمد أمين لتنفيذ مطالبهم وضمان عدم الاعتداء عليهم أو التدخل بعملهم الإنساني النبيل. عادل إبراهيمي، الحرة.